إذن تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب الوطني المغربي حقق فوز مهم على حساب المنتخب البرازيلي ويتأهل رسميا إلى الدور الثاني. مباراته الثالثة مع المكسيك، وطلب فقط بالتعادل أو الفوز لتصدر المجموعة. المنتخب الوطني المغربي فاز أيضا في المباراة الأولى على منتخب الإسباني لاروخا بثقل المنتخب الإسباني. فاز على إسبانيا بطل أوروبا، على البرازيل بطل أمريكا الجنوبية وبطل الكونكاكاف المنتخب المكسيكي. المنتخب الوطني المغربي تأهل إلى كأس العالم كوصيف بطل كأس إفريقيا، واعتبر بأنه المنتخب الأضعف في هذه المجموعة القوية التي تضم إسبانيا والبرازيل والمكسيك. ولكن المنتخب الوطني المغربي بمن حضر حققوا الأهم وتأهل في أولى المباراتين مع إسبانيا 2-0 ومع البرازيل 2-1. أتمنى أن يكون هناك فوز ثالث على حساب المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة. إذا تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني من كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025، تصدر مجموعته القوية. الأشبال حققوا فوز تاريخي على إسبانيا وفوز تاريخي على البرازيل. بهذا الإنجاز إذا جمع المنتخب المغربي 6 نقاط من مباراتين، يضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة. اللاعبون المغاربة أظهروا انسجاما كبيرا وقتالية عالية بقيادة المدرب محمد وابي. ترقب الجمهور المغربي منافس المنتخب في الدور الثاني، قبل أن ذلك سيلعب مع المنتخب المكسيكي، ولكن من الأفضل تصدر المجموعة وتسيدها، ولم لا الظفر بهذه الكأس الغالية، كأس العالم الأقل من 20 سنة من قلب تشيلي. أن المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي هم الأبرز للتأهل من هذه المجموعة، لكن المغرب دائما بمن حضر يعمل بصمت ما فعل في مونديال قطر، متواجدين أمام فرق قوية بلجيكا وكرواتيا وكذلك منتخب كندا. تأهلنا مباراة قوية مع منتخب بلجيكا، وصلنا المباراة الثانية فوزنا ب 2-0 وتأهل على رأس المجموعة، ولم لا نتأهل أيضا على رأس هذه المجموعة. إذا بالتوفيق لأشبال محمد وهبي في قمته المقبلة أمام منتخب المكسيك، ولم لا التأهل على رأس المجموعة. تحياتي للجميع، كان محمد ورحمة الله وبركاته.